السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا سمعنا عن خبر طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، والغالبية العظمى بالنسبة لهم كان الخبر صادم، لكن الحقيقة بالنسبة لي أنا الخبر كان عادي جدا، لأني ما تعودتش إن أنا أصدق كل الصور اللي على الميديا. فبمنتهى البساطة كده الموضوع بالنسبة لي كان أقل من العادي. للأسف في مشكلة إحنا كلنا بنقع فيها، وإننا بنصدق كل الصور الكدابة اللي على الميديا. وخليني أقولك إن معظم الصور اللي أنت بتشوفها على الميديا ما فيهاش ذرة مصداقية أو شيء من الواقع. وإيه هي الأسرار والخبايا والحقائق اللي ورا كل باب بيت مقفول؟ لكن في الحقيقة احنا محتاجين نفكر بعقلانية شوية ونفهم ونعرف ان الحقيقة الكاملة عند ربنا سبحانه وتعالى. انت اتفاجئت بخبر الطلاق لانك للأسف صدقت كل الفيديوهات والصور اللي مرفوعة على الميديا والمظاهر الفيك، وما فكرتش للحظة واحدة ان كل علاقة ما بين طرفين فيها تفاصيل واحداث وكواليس لا يعلمها الا الله. فيا بنت الناس اوعي تتخدعي بالصور والفيديوهات اللي موجودة اللي كل معانيها غرام وحب وشوق ولهفة وكل الكلام ده، لان مهما كان اللي هيعرض لك الصورة مش هيكون فيها الحقيقة الكاملة، وهيحاول يظهر لك جانب واحد بس من كل الجوانب او من كل التفاصيل اللي انت ما تعرفش عنها حاجة. صور ومظاهر الحب والحنان والغراميات وغيرها انت ما تعرفش ايه اللي ورا الكواليس، لاني خليني اقولك ان الحقيقة الكاملة ما وراء الكاميرات وليس كل ما امام الكاميرات. انت بتشوفي شوية صور على الميديا ملهاش علاقة بالواقع، وتبتدي بقى تبني احلامك وامانيكي وطموحاتك على شوية صور فيك. فيا بنت الناس المشاعر في القلب عمرها ما كانت بالشو ولا بالصور ولا بالمظاهر ولا الاستعراض. والدليل على الكلام ده ان وحش الكون ما بقاش وحش الكون، وكوماندة الحب والغرام ما بقاش الكوماندة. دمتم في رعاية الله وامين. سلام.